ده زغلول قبلة اهو. بص حضراتكم، وشه مفهوش وش خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الفل على أحلى وأجمل المشتركين ومشاهدين القناة. مسلكات المتواضعة من نقطة الرواي وأهم أسرار فرخ الحمام. ومش هنتأخر على حضراتكم في حاجة أو نبخل عليها. أهم الفنيات إن شاء الله هنتابعوها مع بعضينا. وكنا اتكلمنا عن الحمام الصعب الزنقندي، الحمام اللي وشه مفهوش وش، تكوينه صعب وكان صافي، او الحمام الصعب بتاع اليومين دول البول الصوافي. طبعا زي ما انتم عارفين انا دخلت في الحمام البول الفحميات والشربانات السلكات وشفت العجب. فرخت زغلول بسم الله ما شاء الله مفهوش وش. طبعا الكلام ده مش في البول، بس بعرضه على حضراتكم وبفرجكم احنا وصلنا ازاي في غاية الحمام. والناس بيقولوا ان هم طوروا او حسنوا في الحمام. هنمشي حسب الموضة، وده موجود وده موجود. في ظل ارتفاع اسعار الكلفة ادينا بندخل حمامتين نفرخوا منهم الحمام. ونسبته ان الغاوي ما بيقفش عند حد معين، والغاوي طالما ايدك وكفك اخضر وبتعمل الصح يبقى مفيش مانع ان انت تشتغل وتفرج الناس اللي انت تقدر توصل للناس وصلته في سنين تقدر توصله بتوفيق من عند ربنا في اقل وقت، وبالمعادلة وبالحساب وازاي تفرخ وازاي تعرف ان الذكر ده بيفرخ كويس والطيرة دي بتفرخ كويس بالتجربة. عشان تعرف ان الحمامة دي بتفرخ او الذكر ده فريخ يبقى لازم تجربة. التجربة خير برهان. مهم جدا ان انا افرخ الذكر على كذا طيرة وافرخ الطيرة على كذا ذكر. في كيمياء بتحصل ما بين القص وممكن بتحصل مع ناس كتيرة. فرد بيفرخه بيجيب حمام قليل يجي يبيعه لواحد يبص يلاقي الفرد ده فارخ حمام جامد وحمام صعب. جبنا البول السود والشربانادق وقلنا نفرخ ونشوف ايه القصه وايه اللي جوه الحمام ده. وحاولت اطلع اخر الحمام واجرب وانقل الذكر على كذا طيره والطيره على كذا ذكر. يعني عندي حوالي 3 ذكور و6 7 طوائر. تعال نشوفوا اللبلق الجديد شكله ازاي. ده زغلول قبلة اهو. بص حضراتكم، وشه مفهوش وش خالص. طب الحمام ده هنعديه ازاي؟ الحمام ده مش هينفع نكلفه كلفة خشن ولا فول ولا بسلة ولا حمص ولا اي حاجة كبيرة. لو حبيت تدخل فولاية مش هتخش جوه وشه، جوه العظم مش هتقف في زوره. ازاي القص هيزق الحبايه الكبيره ده للزغلول ده؟ وده كلامنا، وده من اهم اسرار فرخ الحمام الصعب. مش هتلاقي حد يطلع يقول لك الكلام ده واسرار وعشان محدش يعرف وانا ابقى لوحدي. الكلام ده مش بتاعنا. يبقى لازم اكلف الحمام ده حبوب صغيره، عويجه، غله، فلارس، بلكم. كلفه بتاعت الحمام الصعب ده لو كبرت القص نفسه لو هو بيزق 20 زغلول مش هيعرف يزق الزغلول. يبقى لازم اخد كل حاجه حجمها صغير.
بحيث القص سهل ان هو يزق الزغلول. زي ما احنا قلنا العيش الناعم مش الخشن عشان ممكن يقف في زوره ويعمل له مشاكل. العيش الاسمر الناعم الطازه اللي بنشفه صح ممكن استخدمه كمان في الكلفه للحمام الصعب. في علف اللي هو مخصوص للحمام، ممكن في الاول خالص بدي شويات من العلف ده بس ما بكملش، وده في الحمام السلكات ما اقدرش اعمله في حمام النش. فطبعا كل حاجه ولها اصولها ولها فرخها ولها فنياتها. فانا الحمام اللي وشه ده مقفول ومكلتم يبقى لازم اتعامل معاه معامله تانية خالص. كلفتي تبقى اكترها نوعين. لو مره فكرت احط فول او احط بزل او حاجه من دي يبقى القص مش هيزق الزغلول، وممكن الاقي في بق الزغلول فلايه مش قادر يبلعها وتقف وتبقى ما بين عظم الزغلول والزغلول مش عارف يبلعها والقص مش عارف يزق تاني. باستمرار ببص وبقلب وبفتح عظم الزغلول واشوف لو في حاجه ما نزلتش. بس انا من الاساس ما اكلفش حاجه خشنه، يبقى عشان نعدي الحمامه الصعبه ما اكلفش حاجه خشنه. عايز تجيب ميكس بالليل لاخر اليوم مع شويه كالسيوم ادي وميه دافيه زي ما شرحنا قبل كده، مش ميه ساقعه عشان ما يعملوش مرض الادينو فيروس، واديله شويه ميكس بيضه طازه من الحمام ماشي. كل ده هنعدي بيه الزغلول الصعب. حاجات كتيره وفنيات كتيره. انتظرونا، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس. علم ينتفع به ده صدقه جاريه، وده الغرض من فيديوهاتنا لحضراتكم ان احنا نطلع نقول علم ينتفع به، لعله صدقه جاريه للواحد اعدلنا واعدل لاولادنا، وان شاء الله خير باذن الله. اشكركم على حسن المشاهده واستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.